أصواتكم فوق صوت النبي. وتكلمنا عن المثال الثالث وهو الذي يبدي مبدأ التدبر في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واليوم مع المثال الرابع وهو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا البناء الإيماني الذي يرسم منهجا من مبادئ المجتمع القرآني يبين أن مجتمع القرآن مجتمع يصون الحكمان، يصون الحكومات الخارجية ويحافظ على الكرامة الإنسانية من أن يخرج الإنسان والقرآن في مجتمع يملأه الإنسان ويقرأ فيه القرآن يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار. هذا المجتمع من ملامحه ألا يسخر أحد من أحد. هذا في حق الأفراد فما بالكم في حق سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على أحد ما سمعناه عن الفيلم الذي أخرج مسيئا لغير نبي أرسله الله. الإسلام ينهى عن السخرية من أي بشر عادي ويتطاول المجرمون على غير نبي، يتطاولون على غير بشر خلقه الله، يتطاولون على غير نبي أرسله الله، يتطاولون على من أراد الله الوجود ببعثته وميلاده من قبل، يتطاولون على نبي ما ذكر الله في القرآن مجردا ولا يعلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أرسل رسول الله. مهما تكلم المتكلمون وخطر الخطباء ووعظ الوعاظ وكذب الكذاب ما وفقوا رسول الله حقه. وارجع إلى القرآن الكريم ما من نداء خاطب الله فيه نبيا من الأنبياء إلا وناداه باسمه مجردا
قال تعالى في سورة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقسم الله بحياة النبي، يقسم الله بعمر النبي إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال عبد الله بن عباس ما خلق الله وما برأ وما زرع نفسا أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله وما برأ وما زرع نفسا أكرم عليه من سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. مع هذا كله يتطاول المجرمون على غير نبي أرسله رب العالمين ويسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسخرون ممن علم الدنيا الأجل، يسخرون ممن علم المتعلمين، يسخرون ممن هدى الحياة وأرشد الضالين، يسخرون ممن لا تسأل الجنة لأحد قبله، يسخرون ممن أتى الله بكل شيء غير الإيمان به لم يثبت منه. لو آمن الله بجميع الأنبياء وبقي الله لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. يسمعون ممن يعلم الناس جهلا، ممن يعلم الناس الريبة، ممن أخرج الناس من الظلمات إلى النور. يتفرقون على خير بشر خلقه رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذرا رسول الله إن تفكروا في وجهكم فإن جمالكم لم يوصف. جاءت قريبا ذرة من نوركم قد جسد الرحمن منها كسوفا. والله لو جد العالم كلهم في وصف أخبار الله لن يعرفها. والله لو ولد الزمان من البداية إن هذا الظن لستم ما ولا. والله لو ما البحار بجميعها كان النداء بوطن أحمد ما كفى. والله لو كنا به تفكر أنواره نزل ولا وحدها يكفيه مجداه في السماوات العلى وبحضرة الذات عليه تشرفا. يكفيه أن المرء يمسك نوره لا أن نور محمد المصطفى. يريدون أن يدخلوا من الله ويأتى الله، يريدون أن يدخلوا من أفواههم ويأتى الله إلا أن يتم نوره. بعد هذا الحدث الجلل وهم يظنون أنهم ناسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر آلاف الأسف. بعد هذا الفيلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المؤتمر القرآني الكريم الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معالمه. هذا المؤتمر الكريم يحافظ ويقوم الحرمات الغالبية من الكفرية والتناول من الألقاب والحمد والذنب، وبين أن من يحب أخاه فهو يجد نفسه. أنت حينما تعيش أخاك المسلم فأنت تعيش في نفسك. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذه الجرائم الأخلاقية تحتاج إلى توبة. قال تعالى: ومن يكفر فأولئك هم الظالمون. ولا يجرؤ المرء على أن يذكر من أخيه إلا الكبر، بل هو الكبر عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونحله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغض الناس. الكبر هو غض الحق، هو سلب الحق إلى باطل. الكبر هو انتقاء الناس وازدراء الناس. يسخر من أخيه بفضله، يسخر من أخيه بنفسه، يسخر من أخيه بعمله، يسخر من أخيه لعمل ينتهي ويرتد منه مكانه، يسخر من أخيه لأجل القبيلة، يسخر من أخيه لأجل العائلة، يسخر من أخيه لأجل المكان، يسخر من أخيه لأجل كذا وكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لحد المريء من الشر أن يحقر أخاه، أن يحتقر الناس. فحري بنا أيها الزملاء أن نرضي هذه الأخلاق في نفوسنا، وأن نحطها في مسارنا، وأن نجنيها في مجتمعنا، حتى نحول مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات قرآنية كما أرضاها خير البرية صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال: استغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الصلاة، من ولد مسلحا فليتقدم فإن الصلاة خارج المسجد، تقرأوا حتى تصيبوا الإخوان فإنه تحت حرارة الشمس. هذه الصورة الدراسة تحمل كثيرا من المبادئ والأخلاق والدين، تحتاج إلى دراسات متوالية، بل تحتاج إلى دراسات كثيرة يتعلمها كل فرد من أفراد المجتمع، حتى نرتقي بمجتمعنا ونرتقي بأمتنا ونسمو ونكون على العهد الذي كان عليه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أنتهي من هذا اللقاء نظرا لضيق الوقت في نقاط عاجلة، ماذا يجب علينا نحو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أن نتمسك بسنته، وأن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن يشهد المسلمون للإسلام شهادة عملية،
أن يشهد المسلمون بالإسلام شهادة عملية. من يراد في بلده أو في بلد آخر يعلم أنك مسلم وإن لم تتكلم عن الإسلام من أخلاقك، من سلوكياتك، من معاملاتك. ينبغي أن نتواصل مع الدستور الذي أنزله الله لإنقاذ البشر. ينبغي أن نعالج أنفسنا وأن نراجع أنفسنا. ما هي علاقتنا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا أن نجلي ذلك في نفوس أبنائنا، وأن نجلي ذلك في أسرنا، وأن نجلي ذلك في مجتمعاتنا، وأن نجعل من نفسك نسيرا للإسلام. من رآك يعلم أن هذا هو الإسلام. أن تكون نموذجا مشرفا. من رآك يعلم أنك محمدي، تنتسب إلى حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يرى من الانفصام بين المسلمين والإسلام في كثير من مناحي الحياة، فهذا لا يدعو الجهل بالإسلام، لأن يتطابق على الإسلام والقرآن ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولقد سماه القرآن بالمجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أن يكون هناك حراس من قبل الكفراء في جميع دول العالم، لأن السفير قبل أن يكون دوره دور سياسي فهو يمثل دولته، وهو داعية بما يقيم منه، فينبغي أن يكون له دور مع المسلمين وغير المسلمين حتى نؤسس الناس على دين ربهم. فالإسلام ما أنزله الله ليكون للمسلمين، وما أرسل الله رسوله ليكون لأمة من الأمم، بل أرسله الله ليكون رحمة للعالمين. فينبغي أن نفعل ذلك وأن نجزيه موضعه. إذا استطعت أن تقوم باستطاعة الكتاب المترجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مخالفة في بنات شرعية، فتعلم الإسلام بلغات الحدة حتى يتعلم غير المسلمين عن الإسلام ويتعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عليك بمن أساء نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن آوى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان. اللهم ارزقنا بأهل قرى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من أرض الإسلام. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق حكام المسلمين بما فيه الله. اللهم ارزق حكام المسلمين بما فيه الله. اللهم ارزق أمير البلاد بما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.